السلام عليكم حبيبي في الله، عاملين ايه اخواتنا المربيين؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. النهارده من اليوم الثالث، طبعا اليوم الثاني بعتذر جدا ان هو كان فيديو قصير جدا، حتى والله انا بفكر ادمجه في الفيديو ده، لسه والله ما اعرفش هعمل ايه يعني. بس اليوم الثاني والله كان عندنا شغل كتير جدا، كنا بنغير الانابيب وبنجيب علف وبنحقن وبنحصن وكنا بنركب كاميرات المراقبه. فاليوم الثاني كان يوم متعب ومرهق جدا جدا جدا، فكان مطلوب مننا شغل كتير، فمعلش كنا بنراقب بقى الوضع وبنسيطر. لازم نسيطر، لازم نسيطر كل حاجه في وشنا، كل حاجه في العنبر من اصغر شيء لاكبر شيء في وشنا، فلازم بقى نسيطر بقى. فمعلش امبارح ما عرفتش اصور كويس. النهارده اليوم الثالث يعني هو يعتبر الثاني، لو قلنا الاول صفر. بصوا ايا كان يعني الثاني تاكيل مش هتفرق قوي يعني. زي ما قلت احنا حققنا حقنه اللي هي بتاعت رويال، اللي هي الفري او 2 والفاكسين. طبعا الحقنه دي تقيله جدا، طبعا فيها مكونات كتير جدا اشهرهم واهمهم العشق بالنسبه لي، بعتذر جدا والله تعبان شويه العشق بالنسبه لي هو التلفا يعني. المهم طبعا بعد الحقنه الكتاكيت تقريبا كانت بتحقن تقريبا الظهر، ممكن نقول خلصنا حقن على العصر. كتاكيت نامت تقريبا لحد الفجر، ايوه من العصر للفجر، ده طبيعي جدا، طبيعي جدا 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 جدا. كمان بعض الاحيان بتنام 24 ساعه و20 ساعه عادي جدا، ولا تشغل بالك باي شيء. المهم برضو كنا اليوم الصفر واليوم الاول واليوم الثاني كنا شغالين بالبروفيت اللي هو البروبوتك بتاع شركه رويال، وكنا شغالين معاه بالاف سي ار. من اول بقى النهارده هننزل بايه؟ هننزل بحاجتين بالنهار هننزل بالترايكوزين زائد ريسبلوكس. زي ما قلت لكم دايما الشغل الصح على الميكوبلازما احقن اشتغل في الميه، حتى لو تحقن طرف واحد بس مش مشكله، بس الشغل الصح تشتغل عن طريق الدم وعن طريق الميه. فاحنا امبارح حقنا، النهارده على طول هنشتغل بالنهار بالترايكوزين اللي هو التيرمي مع الليفو والريسبتوكس. طيب وبالليل هنشتغل بنفس النظام بتاع اول يومين، هنشتغل بالبروفيت اللي هو البروبيوتيك بتاع شركه رويال، وهنشتغل الاف سي ار. الاف سي ار بنشتغل تقريبا 2 سم على اللتر. البروفيت براجع تاني معاكم هنشتغل 3 جرام او 2 جرام على اللتر، طبعا هو جرام يكفي بس دي المعطيات الموصى بها. تمام. الترايكوزين برضو اشتغلنا 2 سم على اللتر وليس سم على اللتر، وريسبدوكس نفس الكلام 2 سم على اللتر. هنشتغل من ثالث يوم ل5 يوم بنفس الكلام، 3 ايام في الميه بعد الحقن، احقن واشتغل 3 ايام في الميه. بعض الاحيان بنحقن طرف واحد بس ونشتغل 3 ايام، بعض الاحيان نحقن طرفين ونشتغل 3 ايام، بعض الاحيان بنحقن طرفين ونشتغل 5 ايام. كل ده على حسب الحاله بتاعتك، على حسب انت عندك ايه وبتعاني من ايه. تمام. العلف زي ما هو علفتنا الجميله، مفيش اي مشكله خالص. طبعا اول اسبوع بنشتغل على سقايات يدوي، مفيش اي شيء او معضله في دي. يدوي اللي هم دول يعني، ما اعرفش انتوا شايفينهم ولا لا، اللي هم لحظه السقايات دي. طبعا السقايات دي كلنا عارفينها وحافظينها يعني انا اسف، انا مش هقطع الحاجات دي على فكره، انا اسيب الفلوج زي ما هو كده، ان ده يعني التصوير ده بنظام الفلوج يعني، فاحنا مش هنقطع اي حاجه. احنا خلاص بقى، انتوا خلاص بقى مننا وعلينا بقى، احنا اخوات خلاص. المهم النفق عندنا يعتبر نافق طبيعي جدا، تقريبا حوالي 15 كتكوت تقريبا، لسه والله عد. طبعا في جوه سجلات واجندات كده خاصه بالعنبر. لازم 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 كل حرف ونفس يتكتب، كل خطوه. بص، عايز تنجح اعمل كده، مش عايز تنجح بالشغل عشوائي وانت مثلا مش عارف ايه داخل فين وايه خارج منين والدنيا ماشيه ازاي. طبعا بعتذر لو المايك كل شويه يبعد مني، معلش بتحمس في الكلام. لا كان ده ماشي غلط. فنصيحه مني الهفوه اكتبها، الهفوه لو صرفت 50 جنيه اكتبها. صدقني الحاجات دي والله بتيجي بعد الدوره ما تخلص، بتلاقي نفسك كانك شايف كده المنظر من فوق، كانك حرفيا واقف على جبل كده وشايف الفيو كله قدامك. نفس الكلام بالظبط، انت هتبقى عارف حرفيا كل تفاصيل يعني. فنصيحه، مجلد لازم يكون فيه مجلد وسجلات للعنبر وكل دوره. فطبعا كل الحاجات دي مسجله جوه. اي ثينك النافق وصل تقريبا 15. كل ده طبيعي، اول اسبوع طبيعي كل السوائط تقع منك، احنا بنسميها سوائط. كل السوائط طبيعي جدا 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 تقع منك، هذا طبيعي جدا. وكمان النسبه طبيعيه، النسبه على العدد طبيعيه جدا جدا ومقبوله جدا جدا، ومن المتوقع انها تزيد شويه، مش مشكله عادي جدا، متوقع انها تزيد شويه. زي ما قلنا اصلا احنا الطبيعي في مجالنا ده، او لما نيجي نعمل دراسه جدوى، الطبيعي عندنا بيكون 5%، يعني تقريبا حوالي 50 من الألف، يعني تقريبا. فاحنا لحد الان اللهم بارك النسبه طبيعيه جدا. انا اسف والله معلش. هنخش بقى نشوف الحضانه. طبعا يمكن امبارح شفناها كده سريعا او في الفيديو اللي هو بتاع اليوم الثاني يعني. الحضانه بتاعتنا، ها ايه رايكم؟ طبعا انا عارف ان الكاميرا لسه عليا، بس برضه ايه رايكم؟ اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. ربنا يزيد ويبارك. صاحب العنبر
اول ما جيت النهارده بيقول لي مستر شيربو معلش عندنا خبر كده جميل يعني. ايه يا كبير؟ معلش انا دوست على 2 كده. ماشي دوست على 2. طب لو سمحت بقى بره لو سمحت اطلع بره، انا بهزري في الشغل. دوست على 2 ماشي. والله قعدت احذرهم محدش يدوس على حاجه. الكتكوت هو صغنطوط كده بيبقى يعني، انت ما خدتش بالك، انت حرفيا ممكن تاخد 10 في رجليك وانت ماشي كده. اللهم بارك. الانتشار بسم الله ما شاء الله، الانتشار ده ما يجيش غير من رعايه كويسه واجتهاد. طبعا مش بشكر نفسي خالص، لان العنبر ده او الدوره دي ما بتبقاش قائمه عليا لوحدي. الدوره دي او العنبر ده بيبقى قائم في حرفيا فريق احنا بنشتغل كلنا تيم ورك، كلنا حرفيا مع بعض، من اول صاحب العنبر للاستشاري للدكتور العنبر للعامل. والله كلنا تيم مع بعض. فلما اقول الحاجات دي ناتجه عن رعايه، انا مش قصدي خالص تشكيلا في نفسي، بالعكس خالص، احنا تيم. انا ما اقدرش اعمل حاجه لوحدي. اي نعم والله انا من دقايق بالظبط كنت بعلف بايدي، وكنت بحط ميه بايدي. انا بشتغل حرفيا كان ده عنبري، ده مال ناس، ده اكل عيش ناس، ده ملايين حرفيا وفلوس بالالافات المؤلفه. فانا بالنسبه لي دخلت العنبر، اي حاجه احتجت انها تحصل او انا عايزه تحصل، لا اما اعملها انا لا اما اقول العامل ده عنبري. حرفيا احنا بنتعامل كده، ده مال ناس لازم نخاف عليه. انا حاسس ان الحراره عاليه سيكه. هي طبعا الحراره دلوقتي 34 او اقل كمان بدرجه، ولكن زي ما قلنا اول 48 ساعه شيء، وبعد كده لا، ابدا بقى ريح الكتكوت. هو اللي هيقول لك انا عايز ايه ومش عايز ايه. هو اللي هيقول لك انا عايز ايه ومش عايز ايه. طبعا انا احاول اخش جوه شويه عشان الكتاكيت تبدا تظهر معانا. اولا انا عايزكم تقولوا اللهم بارك، اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. ده من الناس وهم الحمد لله ان هم سامحين لينا ان احنا نصور. يعني يمكن كل الناس او معظم الناس، خاصه العنابر الصغيره، والله ما بتسمحش ان احنا نصور نهائي. فالحمد لله العنبر ده وافق ان احنا الحمد لله يعني نقدر نوثق هذا الحدث او هذه الدوره. ونتمنى ان احنا ما ندهس على حد احنا كمان. عشان كده عمال ابص في الارض. طبعا هم يعني اللهم بارك، ده تقريبا اجمل منظر ممكن ان تراه عيناك يا ولدي. يعني اللهم بارك. التوزيع ده اجي في النص لحظه. طبعا انا ممكن الف الكاميرا، بس انا مش عايز الف الكاميرا، خليني كده ظاهر يعني. بصوا وجههم بشوش بسم الله ما شاء الله. يعني ده كده بسم الله ما شاء الله. التوزيع بقى اللي قدامكم ده ما يجيش من فراغ. التوزيع ده ينم ان في ناس شغاله صح، ينم ان احنا يعني حرفيا في ناس هنا ما بتنامش. فالتوزيع ده ليس من فراغ. التوزيع الجميل ده اللهم بارك، ربنا يزيده ويبارك. انا والله بتفرج معاكم في الكاميرا يعني كاول مره اشوف الحاجات دي. اللهم بارك اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. اللهم احفظ هذا المال لاهله، اللهم احفظ هذا المال لاهله. اللهم اني استودعك هذه الكتاكيت وهذه الدوره، اللهم احفظها لي يا رب العالمين، اللهم احفظها لي يا رب العالمين. واوصيكم ونفسي بهذا الدعاء. اقف كده قدام عنبرك او قدام فراخك او قدام كتاكيتك وقول الدعاء ده، شاور كده عليهم كده وقول اللهم احفظ هذا المال، اللهم احفظ هذه الكتاكيت، اللهم احفظ هذا العنبر، اللهم هذا مالي ومال ورزقي ورزق اولادي. اتكلم مع ربنا بكل حريه. والله صدقني، والله اولى اسباب نجاح اي دوره هي علاقتك بربنا. صدقني مفيش حاجه اسمها احنا نفصل الجنه او الاخره عن الدنيا، كلاهما بيكملوا بعض كلاهما. فنصيحه يعني قرب من ربنا، يعني هتشوف باذن الله رزق عجيب، والله العظيم رزق عجيب. استراه معلش والله انا ابص في الارض، انا خايف اطلع زي صاحب العنبر واروح اقول له يا معلم يا معلم انا دوست على 2 يا معلم. بس النهارده غالبا ما فيش اي حاجه جديده اقولها. انا والله يعني اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. التوزيع الجميل، كل ركن حرفيا في كتاكيت، كل شبر في كتاكيت، كل سنتي في كتاكيت. احنا دلوقتي المغرب، فانا قفلت الشبابيك البحري وسايب بس الشبابيك اللي على القبلي على طول. يعني انا والله عايز الف الكاميرا اوريكم، بس خليكم معايا، انا اهم بس اهو طبعا دي الشفاطات الشبابيك اللي بقول لكم عليها، دي الشبابيك اللي هي يعتبر القبلي. اما البحر اللي قدامي ده حرفيا هنا بيجي رصاص، مش مجرد هوا، هنا بيجي حرفيا رصاص. يعني طبعا احنا اول يمكن اسبوعين بنهوي عن طريق الشبابيك. ليه بقى سميها بقى شبابيك الطوارئ، سميها بقى الاير انلت، اي شيء سميه زي ما تسميه. المهم عندك شبابيك على شكل رقم 7 تفتح لفوق علشان كي لا يكون الهواء مباشرا. بدأت ألاحظ إن في بعض أو سنة من الكتاكيت لجأت للعواميد والحوائط، وهذا يعني أنه نقص تهوية. فلا بد أن أو هروب من الحرارة فلا بد أن ننزل درجة بالحرارة يا أولادي، ومن ثم
لا نزود تهويه، مفيش زياده في التهويه على المغرب او العشاء حرفيا. هيخش لك شويه هوا من بره كافرين يزعلوك قوي 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 قوي. بس ده كده اخر العنبر. اللهم بارك اللهم بارك، ربنا يزيد ويبارك. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. نلف بقى الكاميرا نشوف المنظر الجميل اللي انا شايفه حاليا. اللهم بارك اللهم بارك يا ابني، وحدث عليك يا ابني. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. اللهم احفظ هذا المال لاهله، اللهم احفظ هذا المال لاهله يا رب. رب داع لا يرد لا يقوم الآن إلا من له عزم وجد. الله 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 الله، ما لنا مولى سوى الله. الله الله الله. اقول لكم ان احنا تقريبا بندفي بيه 4 شعلات بس او 5 شعلات، ومعتمدين على الستاره الخاصه بالتحضير. اوريها لكم برضه، لفوا كده معايا. الستاره دي مش عارف شايفينها ولا لا، اللي هي دي اسمها ستاره التحضير، ودي اللي هي الحجازه دي كده. الحجازه دي اسمها حجازه التحضير برضو، عشان الكتاكيت ما تعديش اسمها حجازه، يعني هاشتاج بديهيات. والستاره دي بقى ليه؟ علشان كاننا بالظبط محضنين، يعني نقفل منطقه التحضير، نقفلها. طبعا الستاره دي وراها هواء شديد جدا والجو مش ساخن خالص، والحراره ورا الستاره دي بالظبط 22. هنا احنا 34، هنا كده احنا 34 و33 و32. اي ثينك دي اقل درجه هنا يعني. لا يقوم الآن إلا من له عزم وجد. الله 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 الله. هنا عندنا كل كتكوت في هالو، انت في هالو وانا في هالو، نحط هالو على هالو يبقى هالو واحد. ارجعوا لي بقى، ارجعوا لي عشان انتوا وحشتوني، ارجعوا لي بقى. المهم بس كده تقريبا مفيش اي حاجه نقولها. طبعا الحيويه بعد الحقنا اللهم بارك، انا شايف الحيويه بسم الله ما شاء الله. طبعا بعد ما ناموا لحد الفجر يعني الحيويه زي الفل الحمد لله. طبعا صاحب العنبر كلمني امبارح 11 مره يا باشمهندس الكتاكيت نايمه. يا عم سيبهم يا عم، هم بعد الحقنا بيناموا، دي حقنه تقيله جدا انا مجربها، خصوصا كمان بتاعه رويال دي بعد ساعتين 3. يا باشمهندس الكتاكيت نايمه ما بتتحركش من مكانها. يا عم سيبها يا عم، بعد الحقنه لو وصلت النوم حرفيا وصل النوم ل 24 ساعه عادي طبيعي جدا 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 ولا يهمك. اهم حاجه اتعلمنا النهارده ان الكورس بتاع الميكوبلازما بيمشي في الدم وفي الشرب، مش في الحقنه بس او في الميه بس كده. عشان بس ما اطولش عليكم، عشان انتوا بتزعلوا لما اطول، بس بصراحه ربنا انا بحب اطول، مش عشان حاجه والله، بس انا بحب اخد راحتي في الكلام. يا ساتر يا عظمك يا رضا، يا عظمك اللي باظ يا رضا. بس كده تقريبا احنا خلصنا كل شيء. والمره بقى المليون، لو عايزيني اطلع لايف قولوا، زي ما قلت لكم نستغل بقى هنا وقتنا، الساعه او الساعتين اللي بنيجي فيهم هنا ان شاء الله، او ال5 ساعات حتى ايا كان، ونفتح بقى فيهم لايف ونتكلم. فلو انتم حابين كده انا معاكم، مفيش اي مشكله يعني. وبس كده، جزاكم الله خيرا جميعا، والسلام عليكم.